جلالي العدناني، أستاذ التعليم العالي ومؤرخ متخصص في التاريخ الاجتماعي والديني، وأيضا في القضايا الترابية. اشتغالاتي ديالي حول أصول الطريقة التيجانية وانتشارها في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وأيضا لي أعمال وكتب حول القضية الوطنية بالفرنسية الصحراء المحك الاستعماري، اللي هو قيد ترجمة في أكاديمية المملكة، ترجمة إلى العربية وإلى الإنجليزية والإسبانية. بالنسبة لمدينة فاس، فهي مدينة يعني كانت معروفة منذ القدم في إفريقيا جنوب الصحراء. فاس توجد على المحور التجاري الهام الذي كان يربط يعني سجل ماسا بإفريقيا جنوب الصحراء، وأيضا في اتجاه سبتة. فاس لها علاقة بالمدن الإيطالية، وشيخ أحمد تيجاني كانوا يتحدثون لنا عن بعض المغاربة تجار من مدينة فاس الذين كانوا يسافرون في اتجاه إيطاليا بقصد التجارة، وكان الفاسيون أو بعض الفاسيين يعيبون عنهم هذا الأمر، لأنهم يسافرون إلى بلاد الكفر. لكن فاس تعرف إشعاعا كبيرا حين ستدخل طرق الصوفية لتعمل على نشر الإسلام بشكل كبير وواسع، يعني عبر تحويل العديد من القبائل ومن المجتمعات، من مجتمعات وثنية إلى مجتمعات مسلمة. لأن المعروف تاريخيا أن الإسلام بقي إسلام يعني محصور لدى النخب سياسية، ملوك، وزراء، علماء إلى آخره، ولكن مع الطريقة القادرية وبالخصوص مع التيجانية ستسجل ما يعرف بالموجة الثالثة للإسلام، خاصة مع نهاية القرن الثامن عشر وطوال القرن 19. فهي طريقة اللي غادي تصبح مهيمنة ومؤثرة جدا في إفريقيا جنوب الصحراء. وإلى يومنا هذا فالعلاقات المغربية السنغالية تنبني أساسا على الطريقة التيجانية، وبعدها على الطريقة المويدية التي أسسها الشيخ أحمد بنبال اللي توفى في سنة 1927. هناك فروع التيجانية مثل الطريقة الحموية المنتشرة في مالي، في موريتانيا، وبالخصوص في الكوت ديفوار، وهي من الطرق التي حاولت أن تقدم نفسها على أنها مصلحة، وعلى أنها يعني حاولت الرجوع إلى ما تسميه بسلفية تيجانية مع الشيخ أحمد، شيخ حماه الله.